السؤال هنا بقى، يعني ده شكل واحد يخسر؟ يعني ده شكل واحد يخسر ياخد مركز تاني؟ يعني عايز اعرف بس لحد امتى التعريس الاجنبي او التعريس في المستر اولمبيا بقى للركب كده علني؟ يعني عين عينك كده، يعني انا والله مش فاهم. يعني ده كمان ده ظهره معبي ميه. الفكره ان هو ان ديريك وحش، ديريك مش حلو. وده مش رايي، ده راي كل الناس وابطال المستر اولمبيا، جاي كاتلر، ميلوس، كل المدربين اختاروا. قال لك هادي شوبان يكسب مرتاح بعيد. عارف لو هم قريبين من بعض هقول لك ماشي، مش مشكله ادوها لديريك، لكن في فرق شاسع. بص هادي عامل ازاي اصلا، بص شكل هادي عامل ازاي، بتقارنوه بمين ده؟ طبعا بس قبل ما ابدا الفيديو، في ناس كتير قوي بتسالني على التيشيرت ده، انت جايبه منين يا جدعان؟ ده جاي جبته وخلاص، اوت اوف ستوك اصلا، يعني خلصان مش هتلاقيه. انا كنت عايز اجيب تيشيرت تاني لاخويا محمد الكبير، ولقيتها بتكلمني صاحبي او المندوب، يقول لي يا فندم التيشيرت خلصان اوت اوف ستوك، فمش هتلاقوه. وكمان مكتوب من ورا اولمبيا، معرفش انت هتشوفوه ولا لا. كنت عايز اجيب منه اللون الابيض وبتاع، بس للاسف هو اوت اوف ستوك. المهم يعني، طبعا كلنا شفنا دلوقتي ان المركز زي ما انا في الغالب ما توقعت، قلت لكم هيبقى المركز الرابع سامسون داوده، وشتمتوني وفشختوني في الكومنتات، ما اعرفش ليه. قال لك من سامسون داوده مستر اولمبيا من اول لرابع، طب فيها ايه؟ مش مشكله عادي يعني، فين المشكله؟ وقلت لكم نيك ووكر هيبقى ثالث، ودي بصراحه اللي قلشت مني، نيك ووكر طلع عشان بره التوب فايف. وقلت لكم ديريك هيبقى تاني، وهادي شوبان اول لو ما تدخلتش السياسه. طبعا السياسه بتتدخل ليه؟ ان هي لعبه فيها تعريض للركب يعني، فابن عيني عينك دلوقتي. فقلت لكم لو السياسه تدخلت هتبقى هادي تاني، ديريك ترانسفورد هيبقى اول. قلت بعد كده شفت اندرو جاك قلت تالت، وسامسون داوده بقى رابع. يعني انا قلت لكم من اول ان لو دي السياسه اتدخلت، لو السياسه اتدخلت هيبقى ديريك اول، هادي تاني، اندرو جاك تالت، سامسون داوده رابع. وفعلا السياسه اتدخلت، وايه واللي قلته كان، واللي قلته مكان. يعني يضحك بقى دلوقتي. تعالوا نشوف بقى المقارنات، تعالوا نشوف ديريك لانسفورد عامل ازاي. احنا مالناش دعوه طبعا بسامسون داوده، ومالناش دعوه باندرو جاك، احنا هنقارن الاثنين دول ببعض عشان اعمل الفيديو دي اصلا، عشان هادي شوبان وديريك لانسفورد. انا اقسم بالله لسه راجع اصلا من الجامعه، هموت وانام، بس قلت لا يعني الموضوع لازم يتعمل دلوقتي، الفيديو لازم يتصور دلوقتي. تعالوا بقى نشوف. بص الدبل باي، بص الاكس عامل ازاي، بص الاكس، بص اللانس بيرد عامله ازاي، بص رجليه، بص عضلات الاوبليكس من الجنب، عضلات بطنه عامله ازاي، السايد شيست متقطع يا جدعان. هادي متقطع، هادي مفيش حد السنه دي يقرب منه. بص الجلوتس متقطعه ازاي، الهامسترنج، الكريسماس تري في الظهر. بص ظهره بقى عامل ازاي، نقطه ضعفه كان اللي بتخسره بسبب ظهره. هو كان بيخسر قصاد ديريك بسبب ظهره، دلوقتي بقى قريب قوي من ديريك. بص الاوبليكس عامل ازاي، بص الفاكيوم، لاعب كلاسيك ده. بص الماس ماسكر، بص الشيست بتاعه متقطع ازاي. نخش بقى ايه على المدلل بتاع امريكا. تعال، بطنه معبيه ميه ورجليه معبيه ميه، دي اول حاجه. ماشي، ذات سبريد هادي شوبان احسن بكتير. السايد شيست لا ديريك يكسب بصراحه، السايد شيست ديريك جامد قوي. ترايسبس متساويين زي بعض. ظهره معبي ميه، بص ظهره معبي ميه. بص الجلوتس مش زي الجلوتس بتاعت مش زي، بص اللات سبريد عامل ازاي، معبي ميه من ظهره والجلوتس. ماسكار كويس. بصوا بقى الصورتين دول، هحط لكم الصورتين دول جنب بعض. بصوا الدبل باي، مفيش مقارنه يا جدعان. الدبل باي رايح على هادي من قدام، مرعب، محدش يقرب لهادي من قدام. الظهر ممكن لو ديريك كان جه ناشف كنت اقول لك ديريك يكسب هادي شوبان من الظهر بكل بساطه، لكن للاسف ازاي بالايراني مطور ظهره، ان هو كانت نقطه ضعفه اللي كانت بتخسره قصاد ديريك ظهره، فهو قال لك انا اشتغل على الظهر. ظهره بقى قريب قوي من ديريك وانشف كمان السنه دي. نخش على التاني، لات سبريد اقوى بكتير. بص اللات بتاعته عامله ازاي، شايف رجليه متقطعه ازاي. التاني بص اللات بتاعته مش عارف، والشيست بتاعت ديريك برضو، صدر بتاع ديريك في حاجه مش مظبوطه. سايد شيست ممكن نديها لديريك، ديريك احلى في السايد شيست شويه. التراي شايف برضو هادي احسن. الظهر كل وضعيات الظهر بتاعت شوبان اجمد وانشف. بص الجلوس بتاعت هادي شوبان عامله ازاي، وبص الجلوس بتاعت ديريك عامله ازاي. مفيش مقارنه، انشف بكتير، انشف، مفيش مقارنه. بصوا الماس ماسكلر يا جدعان، ده ماس ماسكلر يخسر ده، انا ما اعرفش انتوا شايفينه ولا لا، ده يخسر. الياف الصدر متقطعه ورجليه والاوبليكس
والدراع ده يخسر ده ازاي؟ ده طبعا السياسه ليها دور، اكيد لازم السياسه يبقى يكون ليها دور، لازم يليسوا له كده ويعرضوا له، فاهمني؟ عشان ايه؟ ما هي بيزنس للاسف، لازم البيزنس ليه؟ ان هادي شوبان ايراني، فلازم يعملوا ايه؟ لازم يبقى على شو، ما هو ايراني. اقول لك على حاجه، انا شايف ان الثلاث سنين الاخرانيين هادي شوبان يكسب مرتاح، واتظلم في اخر سنتين. السنه اللي ديريك لانسفورد كسبه كان المفروض هو يكسب، هادي شوبان يكسب، بس طبعا ايه، ليسوا لديريك لانسفورد، وكان يعتبر قريب شويه من هادي، يعني الاثنين كانوا قريبين من بعض، فعادي ممكن نديها لديريك. السنه اللي فاتت كان سامسون داودا كسب، انا شايف ان ديريك برضه هادي كان ممكن يكسب سامسون داودا بسهوله، ان هو كان انشف. ولكن برضه ايه، قال لك ديريك لانسفورد كان بعيد وكان سيء، قال لك ايه ده، طب احنا كده هنكسب الايراني؟ ازاي نكسب شوبان؟ لا احنا نكسب الفرنسي، ولا ما اعرفش جنسيه سامسون داودا ايه، قال لك نكسب سامسون داودا، لان ديريك كان سيء واللي كان قريب من هادي سامسون داودا، فخلاص يبقى نكسب مين؟ سامسون داودا. السنه دي مفيش مقارنه، يعني السنتين اللي فاتوا كانوا يا عم اقول لك المقارنه كانت قريبه شويه، يعني مع ان برضه هادي كان احسن، بس يا عم مقارنه قريبه، ممكن يا عم نمشيها السنتين اللي فاتوا. لكن السنه دي انت هو عين عينك كده، يعني البجاحه بقت عين عينك. ده كميه الكومنتات شوف الكومنتات، الناس بيقول لك مش مستر اولمبيا، دي مستر امريكا فعلا. هو عشان امريكي او اي جنسيه غير ايراني او عربي عامه هيخسرك، طول ما انت عربي ايراني مصري سعودي سوري، انت اي حاجه من دول هيخسرك قصاد الامريكي او البريطاني. سياسات يا معلم، بيزنس، هي بيزنس كلها. عارف بصراحه يعني احا خالص، يعني انتوا عايزين تكرهوه، طيب انتوا عايزين تكرهوا شوبان في مستر اولمبيا؟ يعني هو دلوقتي حرفيا بقى يدخل ارنولد كلاسيك ياخدها، لان ارنولد كلاسيك الى حد ما فيها عدل شويه، فيها معايير، اما اولمبيا بجاحه عين عينك. المدربين كلهم، كل اللي في المسرح قالوا ان هادي شوبان يكسب بفرق شاسع. هادي شوبان واخد جايزه بطل الجمهور، اكتر واحد الجمهور مصوت له ان هو المفروض يكسب، وهو المحبوب بتاع الجمهور، هو اللي ليه شعبيه في المستر الاولمبي، هو اللي عامل لهم سيت في الوزن المفتوح اصلا، زي ما كريس بامستيد عامل سيت وشهره للكلاسيك. وفي حد يعرف الكلاسيك غير من كريس بامستيد؟ هو نفس الكلام، شوبان برضه هو اللي عامل لهم الضجه في الوزن المفتوح. لكن حرام ده يخسر، ليه؟ حتى شوف الاعلامي اشرف الحوفي المصري بيقول لك هو كان باك ستيج، هو اللي شايف كل حاجه، هو الراجل ده شايف اكتر مني ومنك، بيقول لك لا، كل المدربين بيقول لك هادي يكسب، باك ستيج بيقول لك هادي منهار من العياط، بيقول لك بيعيط زي الطفل. ابطال مستر اولمبيا كلهم في الفي اي بي، لما احنا كنا في اي بي واتعشينا معاهم فكان على الترابيزه بتاعتي ديكستر جاكسون، وكنا بنتكلم عن مين يفوز يعني. فالراجل قال يعني احنا كلنا كنا عاطين هادي اول، كل قاعه بدون استثناء عاطيه هادي اول، في العرض الفردي، في العرض الجماعي. انا بكلمكم بصراحه كتحليل لي، مش تحليل انا، تحليل الناس كلها. انا دايما باخد معلوماتي من الناس ومن الخبراء ومن يعني الابطال والناس الكبار في اللعبه، فما باخدش راي حد اي كلام، او باخد راي ناس عاديه يعني بعيد عن الجمهور يعني. فسالت اغلب الناس هادي، وانا عايز اقول لكم هادي الحقيقه انصدم، وانا كنت كاميرات ما جابتش ده، كان زعلان جدا، وكان يعني بسلم حتى الراجل اللي هو رئيس اولمبيا ده، مش عارف اسمه ايه، المهم بسلم عليه. وانا سلمت على الراجل ده النهارده، حتى نسيت اسمه، حد شخصيه كبيره عرفنا عليه وسلمت، نسيت اسمه يعني. قال لي ده رئيس اولمبيا مع جيم مين وكده. المهم هذا ما كانش عايز اسلم عليه، بعد ما خلص خلع الميداليه ومشي. المهم انا قابلت هادي في الطرقه بتاعت الابطال، يعني انا بحب الكواليس وبحب اشوف الحاجات دي. انا عايز اقول لكم هادي شوبان بيبكي بكاء منهار يا جماعه، والله يعني انا بكيت على هذا البطل، على بكائه يعني. صعب الموضوع، صعب جدا، لان هادي فعلا كان اول، وهادي يستحق. وانا ما بحبش دايما اتكلم في نتائج، لان انا اعلامي الكلام محسوب عليا، لكن هادي يستحق اللقب بجداره. ده مش بآراء الخبراء والابطال والجمهور كله طلع زعلان. طب هادي خد جائزه الجمهور كافضل حد، ان هادي محبوب جدا، هادي عامل مستوى جامد يعني، بعيد من ديريك يعني، من امريكا، كل الناس اللي موجوده من لاس فيجاس ومن كل ولايات امريكا، لكن هادي بجد اندبح في هذا الماتش. انا بكلمكم بصراحه، فحرام، ليه تضيعوا تعب؟ ده بيقول لك هادي شوبان بيتمرن 3 مرات في اليوم، انت متخيل 3 مرات؟ ديريك لانسفورد بيتمرن مره ولا مرتين، مره مش مرتين، كمان مره. انت واحد ده بيتعب 3 اضعاف ديريك. هادي ده هاني رامود هو اللي بيقول كده، انا مش بفتي، بيقول لك هادي شوبان من اكتر الناس الغبيه وغشيمه في التمرين، بيقول لك بيتمرن 3 مرات في اليوم، ما اعرفش بيتمرن فيهم ايه دول، انا مش فاهم، ما اعرفش بصراحه يعني. لا بقت معفنه قوي بصراحه بقى، يعني شخت على الاخر. حتى نزلت ستوري قلت والله لو ديريك لانسفورد كسب هتبقى اكبر تعريصه في المستر اولمبيا كلها. لا التطبيل بقى ماسكين الطبله جامد قوي يعني، مش كده يعني، في فرق شاسع، انت جاي بعيد قوي يا هادي، انت تكسب الكل مرتاح. والله انا شايف ان هادي ما يخشش مستر اولمبيا خالص، ويخش ارنولد كلاسيك بس وخلاص، ويخش بقى كل ارنولد كلاسيك، يخش ارنولد كلاسيك امريكا، يخش ارنولد كلاسيك البرازيل وبريطانيا، ويخش يشطبها بقى، عمال يكسب بقى فلوس. ما المركز الاول في ارنولد كلاسيك بياخد مبلغ، بياخد تقريبا $500,000، انت متخيل 500,000 دولار، عارف يعني ايه؟ فهو لو دخل ارنولد كلاسيك البرازيل مع امريكا ياخد له $1,000,000.
سهنا يا معلم، عيش ملك بيهم. لكن الزنا التحكيمي اللي بيحصل كل سنه دي قصاد هادي عشان ايراني، لا لا، عيب 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 يعني. انا والله ما قدرتش الساعه، قلت هرجع من الجامعه اعمل لكم فيديو على طول. الموضوع لا يتحمل ان الواحد يقعد. انت شايف ايه رايك؟ محدش يقول لي ايه لا ديريك احسن، ما تعبطش، ما تبقاش اهطل، اطلع بره الفيديو خالص. ديريك رجليه معبيه ميه، ظهره معبي ميه مش ناشف. يعني اللي بيميز ديريك واللي بيخليه يكسب ظهره. ظهر ديريك من اجمد الباك اللي جه في تاريخ مستر اولمبيا، لكن للاسف نقطه قوته كانت نقطه ضعفه السنه دي. رجليه معبيه ميه، الهامسترنج معبيه ميه، الجلوتس مش ناشفه زي هادي. ظهره في اللاتس بريد والباك دبل باي برده مش احسن حاجه، حاسسهم معبيين ميه. لا هادي كان واكلهم. هادي واقف اقسم بالله على الخط وهو بيعرض بيضحك، يعني من كتر ما هو مستهفئهم، هو عارف ان هو هيكسب. لكن التعريس يبين عينك، ده واقف بص واقف مصدوم ازاي، حرام يعني. بس ما عنديش حاجه بصراحه اقولها. انا توقعت وتوقعاتي كانت صح. قلت لك لو الموضوع ما فيهوش سياسه هيبقى هادي. ديريك تالت هيبقى اندرو جاجد. سامسون داوده هيبقى رابع، ومعرفش فضلتوا تشتموني على الرابع بتاع سامسون داوده، وفعلا خد رابع. ده كمان كان المفروض ياخد خامس كمان، ده هم الحكام موجبين معاه وعاملين معاه الواجب. وده كان قلت لكم لو الموضوع دخل فيه سياسه، وكالعاده هيدخل فيه سياسه، ايه اللي هيحصل؟ المدلل الامريكي هيكسب والايراني هيتبقلش. طبيعي يا جدعان، يعني ايزي خلاص، احنا فهمنا اللعب. بس انت فاهم اللعبه وبرده في بجاحه في الموضوع. بس كده، استنوا بقى الفيديو بتاع الكلاسيك. ريمون دينو كسب خلاص اخيرا يا راجل. زي يعني انت عرفتنا لحد ما تكسب، عيل فقري مبسوط له. اقسم بالله كأن انا اللي كسبت، يعني انا مبسوط. اكتر واحد مبسوط له ريمون. تعب بصراحه ويستاهل. ما بحبش مايك، مع اني كنت قايل ان مايك هياخد اول بناء على المعايير اللي فاتت، لكن المعايير السنه اللي فاتت بيبصوا للشكل الكلاسيك اكتر. ان فعلا كل الناس كل المدربين بتقول لك مايك سامرفيلد شكله مش كلاسيك، شكله 2-1-2 اكتر. وده اللي انا قلته السنه اللي فاتت ومحدش سمعني برضه. فهم السنه دي قال لك هيبصوا للشكل الكلاسيكي اكتر، فبالتالي ريمون دينو كسب. بس كده، يا ريت تعمل سبسكرايب للقناه وعشان تشوف الفيديو اللي جاي تحليل الكلاسيك فيزيك ومنزي فيزيك برضه. بس كده، استنوا الفيديو الجاي.